هلا والله احبابي في الله، اشتقت لكم هواي قبل المقطع. ما تنسيش صلى على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. اذكروا الله يا جماعه الخير، لا اله الا الله. ومقطع اليوم يا صاحبي مقطع مميز جدا جدا جدا. مع صاحبي تعب اسبوع كامل عشان خاطر ارشح لك افضل خطط في اي فوتبول 2023 من حيث الدفاع ومن حيث الهجوم ومن حيث يا صاحبي يعني الهجوم، وافضل خطط وفيها 3 ام اف وخطط يا صاحبي روعه روعه روعه. بس في البدايه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك عشان نوصل اكبر عدد ممكن. عايزين نوصل ل 1000 مشترك في اقرب وقت، وعايزين نوصل على الفيديو ده ل 50 لايك. ويلا بينا نبدا الجمدان يا صاحبي. ويلا بينا نشوف اول خطه. تخش اول حاجه على دريم تيم وبعد كده باس تيم، وتخش يا صاحبي على التانية وبعد كده برضو تخش على الاولى يا صاحبي ويا صاحبي هتجيب تاني نادي اللي هو اسمه برليلة ده ار بي. هو ده صديقي النادي اللي معاه خطة جبارة. هنرجع دلوقتي ونخش على الجيم بلاي بتاعنا ونعمل دريم فول لينا. دي فول يا صديقي وندوس. وادي الخطة يا صديقي 4 2 3 1. خطة يا صاحبي استحواذ وخطة جمدان خالص. بس يا صديقي بقى انت عدل عليها طبعا وحط اللعيبة دي براحتك. انا بعرفك بس مكان الخطة فين وانت عدل وحط اللعيبة اللي معاك واللي انت عايز احطه يا صاحبي، مش في اي مانع. وتاني حاجة يا صاحبي ونروح للخطة اللي بعدها. اول حاجة برضو هنروح على دريم تيم، برضو نفس الحوار. خليك حافظ المكان يا صاحبي عشان خاطر الخطط كلها كده. وتاني حاجة صعبة بيس تايم، وبعد كده نخش على آسيا ونحط التالتة ونجيب لامباج اف سي يا صاحبي. اللاعب ده اللي معه الخطة 4 2 4 المعدلة يا صاحبي. ونرجع برضو كده نروح للجيم بلين بتاعنا. ويا صديقي نعمل ديفولت للخريطة أو للخطة حسب ما أنت متعود يعني. ويا صديقي الخطة بدون رأس حربة، والخطة دي يا صاحبي جمدان قوي. وإن شاء الله في التحديث القادم الخطة دي هتتعدل ل4 2 4 اللي هي بتاعت 2022، وبإذن الله هتكون موجودة معانا في التحديث الجديد. ويلا بينا نروح للخطة اللي بعدها. وبرضه يا صاحبي هنخش على دريم تيم نفس الحوار، ونخش يا صاحبي على الأولى ونرجع نروح لسبور وننقي النادي يا صاحبي اللي اسمه أيوه هو ده يا صاحبي عليه 3 نجوم ده. اللاعب اللي اسمه فيريبانش ده ولا مش عارف اسمه ايه. المهم يا صاحبي النادي ده معاه خطة جبارة جدا مع تنفعك جدا جدا في خط نص الملعب. هتشوف دلوقتي الخطة يا صاحبي. نخش بس نغير ديفولت ونشوف يا صاحبي الجمدان. خطة بمعنى الكلمة. أنا ممكن أخلي الخطة دي بالنسبة لنا أحسن خطة في الخطط كلها. ليه بقى يا صاحبي؟ الخطة كانت متوزعة في الملعب أنت فاهم. فيها 2 دي، فيها واحد دي ام اف وفيها واحد اي ام اف صانع ألعاب، وفيها 2 هجوم وفيها باك شمال، يعني باك شمال وباك يمين انت فاهم حوار. ونروح للخطة اللي بعدها يا صاحبي ونشوف نجيب هو منتخب الأرجنتين ولا منتخب ايه، لا البرجواي يا صاحبي قصدي اللي هو ده. ونشوفه ونشوف مع الخطة الجبارة اللي هي بالتالي بتاعة الوسط. ويا صاحبي نشوف دلوقتي ونخش ونعمل لها تحديث ديفولت على السريع كده. ويا صاحبي عندك برضو هنا دي ام اف وسي ام اف و2 رأس حربة مع 4 هجوم مع 4 دفاع قصدي، وباك شمال وباك يمين. نروح الخطة اللي بعدها يا صاحبي وهي لأوروبا. ونروح ونجيب اللي هي اللونجس بورد. اه يا صاحبي هي برضو الخطة اللي هي بتاعت نادي اسمه ايه يا صاحبي. اه اهو ده يا صاحبي نادي اصفر. ثواني كده، ثواني. هو ده صاحب ايدينا، هو ده. ونرجع برضو للخريطة بتاعتنا ونعمل لها ديفولت. نشوف تشكيلتنا الجبارة يا صاحبي ونرجع ونعملها ديفولت. وتشوفها يا صاحبي عندك 4 4 2، بس ديت متحدثة يا صديقي مش زي اللي انت بتشوفها في كل الايميلات او كل الحسابات اللي انت بتشوفها. ونروح للخطة اللي بعدها يا صاحبي. بس لو انت وصلت عند المقطع اللي عند الدقيقة ديت مش تنسى تعمل اشتراك للقناة ولايك عشان نوصلك ممكن. ويلا بينا نروح لتالت واحدة ونجيب اللي هو نادي اسمه نجواي نجوى حاجة زي كده. المهم يا صاحبي انا بقول عليه نجوى عشان هو قريب للاسم. ويا صديقي نروح دلوقتي عندك الخريطة التشكيلة نرجع لها. بس يا صاحبي الفريق ده معه تشكيلة فوق الروعة. شوف يا صاحبي عندك 3 1 4 2. عندك دي ام اف بيسند مع الدفاع وبيسند مع خط الوسط انت فاهم. يعني الدي ام اف ده ايه الوظيفة جامدة 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 قوي في التشكيلة دي. ونروح التشكيلة اللي بعدها يا صاحبي ونلاقي عندنا تشكيلة في ايه في الناشونال. هنجيب الأرجنتين، والأرجنتين يا صاحبي معاه تشكيلة خرافية. هنشوف دلوقتي التشكيلة يا صاحبي معانا. مش تعملي لايك عشان نوصل الفيديو ده 50 لايك. ويلا نديله للتشكيلة بتاعتنا ديفولت ونشوف التشكيلة يا صاحبي. تشكيلة جمدان فعلا. وعندك بالصحيح يا صاحبي عندك السي ام اف
بيروح ويجي متحرك هنا. عندك الاس اس اللي هو هالاند، او مكانه الافضل تحط البيرو. هالاند ده صاحبي او البيرو بيروح مع الهجوم بس ما بيرجعش لورا، انت فاهم، ما بيرجعش لورا خالص. هو بصح يعني المكان الصحيح للاعب ده هو ديلبيرو. ديلبيرو عظمه في الدنيا ده يا جدعان. بيشوط بس ما بيرجعش ورا، بس بيسند قدام حلو. ونروح للتشكيل اللي بعد كده يا صاحبي، ونديها نجيب بقى مين؟ فريق اسمه يا ربي، ثواني كده يا جدعان. اسمه اما اعتقد يعني مش فاكره جامد يا صاحبي، فاكر العلم بتاعه هو سي ار، وهو ده صاحب العلم الاحمر ده. ونرجع تاني برضه يا صديقي للتشكيلة بتاعتنا ونديها ديفولت، ونشوف يا صاحبي التشكيلة عاملة ازاي. هي جبارة. بالتالي عندك كام دي ام اف اللي بتاع دي يا صاحبي. هنا هي برضه عندك اي ام اف واي ام اف وسي ام اف يا صاحبي، انت فاهم يعني. انت عندك اللاعب اللي هو كومان، واللاعب اسمه ايه ده كمان، سون. اماكنهم دي جامده قوي في التشكيله دي يا صاحبي. وتعال نشوف التشكيله اللي بعد كده، ونخش ونجيب فريق اسمه ايه. هو لونه ايوه هو ده يا صاحبي، جومان دراجونز. ويا صديقي نخش دلوقتي ونشوف التشكيله بتاعتنا، نديها ديفولت كده ونشوف التشكيله عامله ازاي. ويا صاحبي التشكيلة اللي هي 5-2-3، عندك 2 سي ام اف، عندك باكين، عندك مهاجم، عندك 5 دفاع. والخطة دي يا صاحبي بنرشحها أحسن خطة دفاعيا طبعا، بس أنت بقى ظبط. أنا عندي طبعا متلخبطين كده بأرقامهم التقليدية بتاعتهم، مش